كنت تعرف إن أول مدرسة شعرية مصرية كان اسمها مدرسة الإحياء والبعث؟ بس قبل ما تروح مني، الإحياء مش بتاع أفلام الأمريكاني بتاعت الزومبي، والبعث مش الحزب السياسي. دي كانت أول حركة شعرية رجعت النفس للغة العربية بعد ما كانت داخلة العناية المركزة. في القرن التسعتاشر الدنيا كانت مقلوبة، احتلال وتغيرات، والعربي بقى بيكتب نثر أكتر من الشعر، لحد ما ظهر راجل اسمه محمود سامي البارودي وقال كلمته المشهورة من غير ما ينطقها فعلا: مش ممكن اللغة دي تموت وأنا عايش. البارودي خد القصيدة القديمة بتاعت عنترة والمتنبي ونفخ فيها روح جديدة، يعني زي ما تقول كده صحاها بعد سنين نوم. استخدم الوزن والقافية، بس بدأ يتكلم عن بلده وعن نفسه بدل ما يفضل يمدح الملك والوزير. وبعده جه أحمد شوقي اللي قالك طب ما نخلي الشعر يدخل المسرح. الراجل ده عمل انقلاب ثقافي من غير دبابة، وكتب مجنون ليلى وكليوباترا، وكان أول واحد خلى القصيدة تمثل وتغني. يعني باختصار هو اللي نقل الشعر من المعلقات لخشبة المسرح. وبعدين جه حافظ إبراهيم اللي الناس سميته شاعر النيل. الراجل ده كان بيحب اللغة العربية حرفيا أكتر من نفسه. كتب عنها وقال: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ يعني بالعربي يا ناس، اللغة العربية دي فيها كنوز، بس انتوا سايبينها وبتدوروا على اللمعة المزيفة. المدرسة دي اللي هي مدرسة الإحياء والبعث كانت أول مرة المصريين ياخدوا اللغة العربية من فوق الرفوف ويشيلوا منها التراب ويقولوا الكلمة دي مش قديمة، دي أصلنا. من هنا بدأت مصر تبقى مركز الشعر في العالم العربي. يعني مش بس بنتكلم عربي، احنا اللي علمنا العربي يتقال بالشياكة دي. كانت دي أول حلقة في سلسلة المدارس الشعرية المصرية. المرة الجاية هنشوف الشعر لما قرر يلبس نظارة ويتفلسف. يعني باختصار، لما العربي قال شعر والمصري قال تعالى نعمله مدرسة. التراث بالمصري والعروبة بالدم.